كل صباح الورد صباح الياسمين، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كوكي رايحه الحضانه وكانت عايزه تصبح عليكم. ما تمشيش بضهرك عشان ما تقعيش. بس ازاي طيب؟ اتكلمي، طب سلمي اهو. طب انت هتقولي لي كلمي. بتلعب ايه؟ طب يلا بينا نروح الحضانه، مشي يلا. انت ما قلتلهمش ازيكم يا صحابي؟ ازيكم يا اصحابي؟ قول لهم حطوا لايك حطوا لايك واشتراك. واشتراك كمان، يا ده انت عامله الواجب كمان. يلا انا رايحه اودي كوكي الحضانه وهي بتقول لكم ازيكم عاملين ايه يا صحابي، وهنقفل بقى الكاميرا ونمشي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا من اخر فيديو كنا فيه مع بعض. ونقول اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، عليه افضل الصلاه والسلام. لو اول مره تشوفيني معاكي اختكم مكرمه صاحبه قناه ماما وكوكي، ما تنسيش بلايك واشتراك في القناه عشان يوصلك كل جديد. فيديوهاتنا حلوه وخفيفه وروتيناتها كده حلوه. تابعيني بس كده وهيعجبك قوي. المهم اعملي لايك واشتراك من الزر الاحمر اللي تحت الفيديو، واعملي لي لايك عشان يوصلك كل جديد. بصوا بقى، هنا كنت وديت كوكي الحضانه وجيت رحت السوق وجيت من السوق، روقت الشقه وكده، وجي دوت بقى وقت الغدا فقلت اعمل الغدا. قليت فلفل وقليت بتنجان زي ما انتوا شايفين. وبعد ما قليت الفلفل والبتنجان جبت فلفل متقطع كده، حطيت عليه ملح وكزبرة وشوية خل. تمام اهو زي ما انتوا شايفين كده، هدقه بقى في الهون وهعصر عليه عصرة ليمونة كبيرة اهو زي ما انتوا شايفين. ودوت هيبقى حشوة البتنجان، وهنستاخد منه برضو معلقة هنحتاجها في حاجة تانية. جبت بقى كده ايه صينيتين عندي او طاستين وحطيتهم على النار، كل واحدة فيهم فيها شوية زيت. وشفت المعلقة، خدت المعلقة من الخلطة اللي انا عملتها وحطيت كمان عليها معلقة توم ونزلت بيهم في شوية الزيت. اول ما لونهم يغير معايا هقول لكم هنعمل ايه. والطاسة التانية حطيت فيها بصلاية اهوت زي ما انتوا شايفين كده. وبرضو اول ما البصلاية تدبل هقول لكم هنعمل فيها ايه. المهم عايزين بقى تفاعل في اللايكات شوية يا جماعة، اللايكات دي مش موجودة خالص. حطي لي لايك على الفيديو لو بيعجبك ولو بتستفادي مني فكرة واحدة بس. إيه سيبي لي لايك. تمام. المهم هنا هو بصوا البصلايه قلبتها وكده، كانت التوم غير لونه هو بالفلفل وكده ماشي. وكنت جايبه كبده وعليها برضو الدقه بتاعتها شايفين ماشي. طبعا تكوني جايبه الكبده دي لحد موثوق منه، حد انتي ضمناه عشان لما تعمليها يبقى كده تمام، عشان الكبده مش بتتغسل فما تشميش ريحه زفاره ولا حاجه وحشه. تمام. حطيت بقى الكبده كده تاخد صدمه مع التوم والفلفل اهوت، ومش هقلبها انا بس هفردها كده في الصينيه بحيث ان هي ايه تبقى مفروضة من كل الجوانب، فاهميني. وبعد كده البصلايه اول ما دبلت معايا نزلت عليها بمعلقه توم وقلبتها كده زي ما انتوا شايفين. اليوم بتاعنا النهارده حلو خالص والروتين بتاعنا حلو خالص، تابعوني بس للاخر كده وهتعجبكم اوي. هجيب بقى ايه على البصلايه ديت، هجيب صدق. تمام. هعمل كبده بقى وصدق، ودي اكله ما بيحدش بيختلف عليها، صدق اسكندراني وكبده اسكندراني. فدي اكله كده محدش بيختلف عليها. ادي البتنجان بقى بعد ما هدا شويه كده وبرد، جبت الدقه اللي انا عملتها معاك وابتديت احشيه اهوت جنب الاكل كده. عايزه تسلقيه برضو هيبقى حلو جدا، بس انا قلت بدل كده كده شغلي بالزيت لا انا هقليه، فاهمني. حشيت بقى البتنجان بتاعي كله كده زي ما انتوا شايفين، وهحط حوالين منه الفلفل او هحط الفلفل في طبق تاني وهرش عليه شويه من الدقه دي برضو، وهسيبه مع نفسه كده ايه بالخل بالليمون ياخد وضعه كده لحد ما نخلص ايه اكلنا خالص اهو شايفين. طبق بتنجان بقى ملوش حق. هنا كانت البصلايه دبلت معايا كويس بقى وكده تمام، وصلت يعني للسوا اللي انا عايزاه. نزلت كده بالصدق بتاعي اهو، برضو هفرده واسيبه ياخد زي صدمه كده مع البصله، فاهميني، يتشوح. والكبده بتاعتي كده بقى ابتدي اقلبها اهوت زي ما انتوا شايفين، بس برضو التقليب بالراحه اهو. بصوا شايفين الجمال والحلاوه، حاجه كده تحفه. والصدق اهوت كمان، وايدي شغاله هنا وشغاله هنا، تعملي كده كذا حاجه في كذا وقت، يعني في وقت واحد هتلاقي نفسك ان انت بتنجزي. المهم اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. كتروا قوي من الصلاه على النبي عليه افضل الصلاه والسلام.
جبت بقى طماطمية كده متقطعة معايا، وبعد ما الصدوق اخد التشويحة المظبوطة رحت نازلة بالطماطمية بتاعتي وهديله تقليب. كمان قرن فلفل، انا كنت مقطعه الفلفل اهو نصه للكبده ونصه للصدوق، نزلت بنصه على الصدوق والباقي على الكبده لان الكبده كمان بتاعتي كانت استوت. اول ما تنزلي بقى بالفلفل بتاع الكبده تقلبتين 2 بالظبط وطفي عليه. احنا كل دوت ما حطيناش اي بهارات معانا، هقول لكم دلوقتي هنحط البهارات كلها. طبعا الكبده مش هتحتاج ملح لان هي طبعا الدقه اللي انا عاملاها عليها ملح، والدقه اللي هي جايه بيها عليها ملح، فلو حطيت ملح هحط شويه صغيرين خالص. تمام. وبالتالي الصدوق برضو بيبقى فيه نسبة من الملح وكده، فما بتكتريش ملح. معلقة شطة بقى كده على الصدوق وشوية صغيرين على الكبدة. تمام. بحيث ان انتي تبقي عاملة حاجة سبايسي كده مشطشطة وحاجة هادية للي ما بيحبش الشطة. شوية ملح على الصدوق. تمام. وسنة بسيطة برضو على الكبدة عشان خاطر زي ما قلت لكم هي عليها ملحها، بس سنة بسيطة. تمام. هديهم بقى كل واحدة كده تقريبا. لو كان عندي كمون كنت حطيت بس كان خلص بصراحة. وكان عندي شوية سنة كزبرة بسيطة كده فضيتها على الكبدة وهديها بقى تقليبة. عايزة انزل اجيب بهارات، البهارات عندي خلصت وانا بنزل اجيبها من حتة بعيد شوية، مش بجيبها من حوالين مني من هنا، يعني بيني وبين المنطقة اللي بجيب منها البهارات حوالي كده مثلا نص ساعة بالعربية. فعايزة بقى اظبط كده يوم وانزل اجيب شوية البهارات بتوعي. طبعا كنت عاملة معاكم قبل كده فيديو البهارات، خشوا بس في القناة هتلاقوه موجود هيعجبكم اوي. يعني انا البهارات اللي عندي ديت مكفياني من العيد، تخيلوا. هنا بقى قطعت طماطم على بصل على فلفل كده وحطيت عليهم شوية شطة وملح وخل. وده كان بتنجان عندي في التلاجة مخلل، ودوت البتنجان اللي انا عاملاه والفلفل اللي انا قليه. ابتدي بقى اغرف الصدوق والكبدة، والف هنا وشفا للي كان ليه نصيب ياكل حاجة من الاكل الحلو دوت. كده كان غدايا جاهز النهارده اهو زي ما انتوا شايفين. غدا الحمد لله، يا رب ديمها نعمة واحفظها من الزوال يا رب العالمين. شايفين بقى الجمال والحلاوة، ما استاهلش عليهم لايك يعني يا جماعة كده حلو من ايدك. حطي لي لايك عشان اتاكد ان الفيديو عجبك وعشان احس ان انا عملت حاجة مفيدة تفيدك كده. استنوا الفيديو بتاعنا ما خلاص على كده، ده احنا لازم كمان نعمل حلو النهارده. هعمل لك حاجة حلوة ومش مكلفة خالص وجميلة وهتعجب كل اللي ياكل منها ويقول لك عاملاها ازاي كمان. خليكي بس تابعي معايا الفيديو للاخر. انا حبيت اوريكم الكبدة والصدوق، شايفين الجمال والحلاوة، اسكندراني يعني. المهم كنت عايزه اعملها لهم سندوتشات بس هم قالوا لي لا خلينا ناكل كده احسن. قلت لهم براحتكم بقى، انا كده عملت اللي عليا، يلا بينا نخش على الحلو. بصوا بقى هقول لكم مش مكلفه ليه. جايبه كيلو بطاطا، الكيلو وربع ب10. تمام. انا جايبه 2 كيلو يعني جايبه ب20. انا جايبه ب20، انتي ممكن تجيبي ب10 عادي، فاهميني كده يعني. بصوا هتقشريها كده زي ما انا بقشرها زي ما انتوا شايفين كده. هي لو عندك اللي هي المقشرة تقشيرها هيبقى سهل خالص، لو بالسكينة هيبقى صعب شوية، بس هتاخدي نتيجة في الآخر جميلة أوي. أنا المقشرة للأسف بتاعتي يعني باظت، فإن شاء الله برضو لما أنزل عايزة أجيب واحدة أهو زي ما انتوا شايفين كده. جربي بس الطريقة دي. خليكوا بقى معايا للآخر كده ومتابعين. هنقول هنجيب 10 بطاطا، ملكيش دعوة بيا أنا جايبة ب20، انتي مثلا هتجيبي ب10 ماشي، او هنحسبها على 20 جنيه برضه. هقطع البطاطا بقى بتاعتي دواير كده زي ما انتوا شايفين. الرخامه بتاعتي نضيفه وانا واثقه من نظافتها عشان كده خرجت عليها براحتي. هتقطعي كده البطاطا الحلقات بقى يعني لا سميكه قوي ولا رفيعه قوي. تمام. بعد ما قطعنا البطاطا كلها، مش عارفه الكاميرا راحت فين ورجعت، بس دي بعد ما قطعنا البطاطا كلها كده اهوت ابتديت ان انا ارصها في الصينيه. بصوا بوريكم يعني ان هي سميكه شويه. هنجيب ايه بقى؟ هنجيب برضو ب10 جنيه لبن. شوفوا انا بحسبها لكم ازاي. ب10 جنيه لبن، بس انا كنت اهو ده كان حوالي ده نص رتل لبن جاموسي. اللبن الجاموسي النص ب10، يبقى انت كده 10 بطاطا و10 لبن، 20 بطاطا و10 لبن، ادي كده كام؟ 30 جنيه. 4 معالق سكر زي ما انتوا شايفين كده، وطبعا ده موجود عندنا في البيت. هتقلبيهم بقى تقليبة كويسة كده، وعملتي احلى تحلية ب30 جنيه، تخيلي. تمام. المهم هقلب بقى اللبن بتاعي كويس كده لحد ما السكر يدوب فيه، واول ما احس ان السكر داب هبتدي انزل باللبن بتاعي اهوت على وش البطاطا، وهزود بقى كمان شوية مية لحد ما احس ان البطاطا متغطية معايا كده باللبن اهو. بصوا زودت كمان شوية مية وكده تمام قوي، تمام قوي قوي قوي. هتجيبي بقى
حتة زبدة حتة سمنة عشان تودي التست معانا في حتة تانية. ما عندكيش خلاص ما تحطيش، بس ديت بتودي ايه الطعم كده والريحة في حتة تانية. هتحطي حتتين 3 على الوش، عايزة تدخليها الفرن دخليها، عايزة تحطيها على البوتاجاز من فوق حطيها. انا ذات نفسي كسلت اولع الفرن وحطيتها على البوتاجاز من الفوق، وحطيت كام قطعة زبدة كده على الوش. تمام، دي بقى لو دخلت الفرن هتديكي وش من فوق احمر وتحفة. بس انا بصراحة كسلت فحطيتها على البوتاجاز. هتاخد بقى كام غلوة كده لحد ما تستوي معانا، وهتاخدي تاكلي احلى بطاطا. تمام. يا سلام بقى لو كمان عندك مثلا يعني هقولك ايه، حتة قشطة حتة كريمة وحطيتيها عليها حاجة وهم. بصوا شايفين الجمال والحلاوة بتغلي كده، وبصوا الطعم، وعملتي احلى حاجة حلوة وحاجة قيمة. وب30 جنيه بس، تحلية يا جماعة ب30 جنيه بس. انا طبعا عندي في البيت الاطفال لازم حاجة حلوة. خلاص انا يعني انا سستمتهم ان هم بعد الغدا وبعد العشاء لازم حاجة حلوة. بطاطا بقى، فشار، اي حاجة مش مكلفة اعمليها لهم، فاهميني؟ ان هم بحيث ان هم هتديهم حاجات غذائية حلوة، فاهماني؟ وفي نفس الوقت انت عودتيهم على حاجة، فالحمد لله لازم انت تدعمي لهم. بصوا بقى شايفين البطاطا دايبة دوب كده دايبة كده. انا طبعا انا سبت فيها شوية لبن، انت مش عايزة تسيبي فيها لبن سيبيها تغلي لحد ما تنشف، او قللي كمية اللبن اللي انت هتحطيها. ما تحطيش ياما زي انا سبت فيها لبن، لان هم بحط لهم اللبن دوت وبياكلوها بيه. شايفين بقى الجمال والحلاوة تحفة كده حاجة وهم وهم وهم. طبعا الغدا الحمد لله اللهم بارك يا رب ده مع نعمة. وادي التحلية بتاعت بالليل واحنا قاعدين بقى اخر السهرة. تمام كده انا كنت بعمل التحلية وهم مشغلين الشاشة وقاعدين قدامها وايه، ويا رب دي علينا قعدتنا الحلوة ولمتنا الحلوة. بصوا دايبة شايفين، والطعم قسما بالله كان تحفة. جربيها بس بالطريقة دي مش هتندمي وهتعجبك قوي 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 قوي. مش اول مرة اعملها، عاملاها معاكم في القناة كذا مرة، وعاملاها مرة بمية مش بلبن. استودعكم في الله الذي لا تضيع ودائعه، مع السلامة.